بعد الأحداث الأخيرة والمتصاعدة بين اليمن والكيان المحتل من ضرب اليمن لتل أبيب ومن ثم ضرب الصهاينة لمرفأ في اليمن إلى آخر ما حدث في إيران، تساءل الكثيرون ماذا لو حدث حرب فعلية بين الجيشين اليمني والكيان، وهل هناك فرصة لفوز اليمن؟ دعونا نرى وفق موقع جلوبال في عام 2024 عن إحصائيات القوى العسكرية لجميع دول العالم. أولا، مساحة اليمن 555,000 كيلومتر مربع، أما مساحة الكيان المحتل 21,937. عدد السكان اليمن 34 مليون، الكيان 9 مليون. الترتيب العالمي بحسب القوى العسكرية اليمن 81 عالميا، أما الكيان 17. ميزانية الدفاع السنوية للتسليح اليمن 1,800,000,000، أما الكيان 24 مليار ونصف. القوى العاملة على الأرض أي القادرين على القتال اليمن 12 مليون، الكيان 3,800,000. عدد الدبابات تملك اليمن فقط 55 دبابة، أما الكيان 1370 دبابة. عدد الطائرات تملك اليمن 177 طائرة، أما الكيان 612 طائرة، طبعا مع اختلاف تطور هذه الطائرات. المدفعية تملك اليمن 26، أما الكيان 300. السفن البحرية بمختلف أنواعها تملك اليمن 38 سفينة، أما الكيان 67. القوات المسلحة الحالية اليمن 66,000، الكيان 170,000. عربات القتال المصفحة تملك اليمن 4,800، أما الكيان 43,400. مدافع ذاتية الدفع اليمن ليس لديها، الكيان 650. الغواصات اليمن لا تملك غواصات، أما الكيان 5 غواصات حربية. ولا تملك اليمن ولا إسرائيل حاملات طائرات. أما للبترول تنتج اليمن 90 مليون من الغاز الطبيعي، أما الكيان 10 مليار متر مكعب. الدين الخارجي 7 مليار على اليمن، أما الكيان 135 مليار دين خارجي. الاحتياطي الأجنبي من العملات والذهب تملك اليمن بمعدل 596 مليون احتياطي قطع أجنبي، أما الكيان 213 مليار احتياطي من القطع الأجنبي. وطبعا في النهاية لا ننسى الموقع الجغرافي المميز لليمن والتضاريس الجبلية التي يصعب حتى على أمريكا اختراقها واحتلالها. إضافة لكل ما ذكر، هناك تحالفات مع دول مختلفة، فالموضوع ليس فقط مقارنة عسكرية بالأسلحة، بل من سوف يتدخل في هذه الحرب إن حدثت. أما الأسلحة النووية فلا أحد حتى موقع جلوبال يعرف كم عددها ومن يملكها غير الكيان.